فلان بيخلص 100 صفحه في اليوم وفلان بيخلص 30 صفحه في اليوم، فهما بيعملوا ده ازاي؟ فلو كنت طالب ثانويه عامه او طالب جامعه فانا هقول لك ازاي بيعملوا ده، وهخليك تخلص الدرس اللي بياخد 5 ساعات في ساعتين. انا عارف احيانا ان انت بتقعد تقول لنفسك هو انا ليه بذاكر ببطء كده؟ فاحيانا درس واحد بتخلصه في يوم كامل وانت عندك عشرات الدروس اللي متراكمه عليك. ملحوظه مهمه، كلامي مش للناس اللي بتتمرقع وانما للناس اللي بتذاكر بجد وبتحب تدي الموضوع حقه شويه، فالموضوع بيوسع منهم، فهتلاقيهم ذاكروا 5 صفحات في 3 ساعات مثلا، ودول هم اللي بيسموهم سلو ليرنرز. مبدئيا كده المذاكره ببطء مش حاجه وحشه، بالعكس الموضوع ممكن يكون ليه مميزات كتير، زي مثلا انت هتستوعب اللي بتذاكره وهتهضمه كويس وهتعرف تحل عليه من اول مره، فمش عايزك تزعل نفسك وتحس ان انت مقصر في حق مذاكرتك، فانت بس مش بتذاكر بالطريقه الصح، او بمعنى اوضح الطريقه اللي بتناسبك. فيلا نخش على النصائح. اول حل، ابدا بالاسئله. اوعى تخش على المذاكره من غير ما تبص على الاسئله، ايا كان بقى الاسئله دي، اسئله السنوات اللي فاتت او اسئله الدرس اللي انت بتذاكره، حتى حسب المتاح عندك. انت عارف انت هتكون بتعمل ايه لما تبص على الاسئله؟ انت بتعمل ملخص مبدئي للدرس اللي انت هتذاكره في دماغك، وكمان بتشوف اهم النقاط اللي موضع اسئله وبتركز عليها. وما تقلقش، عادي تبص على الاسئله حتى لو ما كنتش شفت الدرس قبل كده، لانه ده هيخليك كانك بتحط خلاصه للدرس من الاول. تاني حل، راجع ثم راجع ثم راجع. كان في دكتور جامعه بيتكلم عن مذاكرته ايام الجامعه، كان بيقول لو قابلتك حاجه مش فاهمها اقلبها وخش على اللي بعدها، او حتى احفظها زي ما هي، ما تقلقش هتفهمها بعدين. بس مش معنى كده ان انت تعدي الدرس بحاله، الموضوع لازم يكون فيه حدود، بس حاول ما توقفش كتير عند المعلومه حتى لو كانت موضع سؤال للاسئله. فالدرس اللي كان هياخد منك ساعه واحده وانت مخلصه نص نص، احسن ما ياخد منك 5 ساعات وانت مصر تقف عند كل نقطه فيه. والاحسن لو خلصته مره في ساعه ان انت تراجعه كمان مره بعد كام يوم علشان تثبته وتلم النقاط اللي وقعت منك. كمان لما بتمشي في المنهج شويه بتلاقي الدروس مترابطه مع بعضها، فبعض النقاط اللي ما كنتش فاهمها في الاول مع الدروس التانيه ممكن تكون فهمتها، فلما ترجع للدرس ده تاني هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. الحل الثالث، خطط على المهم. ممكن تكون المشكلة ان انت قاعد تذاكر ببطء وان انت حاسس بملل وشوية تانية تركيزك مش موجود، فوانت بتذاكر لما تخطط على المهم هتركز ان انت تلاقي المهم، وفي نفس الوقت الالوان هتضيف لك متعة شوية في المذاكرة. بس حاول في النهاية ما تخلصش الصفحة كلها وتلاقيها في الاخر متلونة، يبقى الصفحة كلها مهمة؟ مش منطقي. فالناس اللي بتخطط على كل حاجة مهمة ومش مهمة مش هينفع. خليك صاحي ومركز. وعلى فكرة النقطة دي هتفيد في المذاكرة جدا جدا، فانت لما ترجع تراجع هتلاقي نفسك بتعدي على النقط اللي انت ملونها بس لانها مهمة. النقطة الرابعة، ابعد عن المشتتات. انا عارف ان النصيحة دي اتهرست بقالها سنين واتقالت في مليون فيديو قبل كده، بس ده ما لفتش نظرك لحاجه، ان الموضوع مهم جدا ووجود التليفون قدامك اكيد هيشتتك. تحاول ترميه في اي اوضه تانية، فبدل ما انت ايدك رايحه جايه عليه فلو احتجته هتضطر تقوم تروح للاوضه التانية، وده هيخليك تكسل ان انت تروح تجيبه اصلا. ولو الصوت اللي حواليك بيشتتك فحاول تروح مكان هادي وتذاكر. اسمع الجديده بقى، لو المذاكرة نفسها بتشتتك، لا طبعا مش ما تذاكرش. الاول هنكون محتاجين نعرف ازاي المذاكرة بتشتتك. فاحيانا وانت بتذاكر بتحتاج مثلا تروح على اليوتيوب تفتح جزئية معينة مشروحة، بدل ما انت رايح جاي على اليوتيوب فالافضل لو في جزئيه صعبه انت مش فاهمها فاكتبها في نوت جنبك، وبعد كده تبقى حاول تتفرج على اليوتيوب بعد ما تخلص المذاكره خالص. بس المهم ما توقفش المذاكره علشان تروح تتفرج على حاجه معينه، لان انت ممكن تفتح بعدها حاجات تانية كتير، والافضل لو سمعت الشرح قبل ما تبدا علشان ما توقفش وانت بتذاكر. النصيحه الخامسه، اتفوق على نفسك، ما تيأسش، حاول مرة ورا مرة، هتتفوق على نفسك وهتلاحظ الفرق لحد ما توصل للتغيير اللي انت عايزه. فخليك فاكر ان مفيش تغيير بيحصل في يوم وليلة، العادة اللي انت متعود عليها بقالها سنين هتحتاج وقت علشان تغيرها، فاصبر على نفسك واديها وقتها علشان تكافئك في النهاية. وبس كده يا معلم. طبيعي تلاقي بعض النصائح مناسبة معاك ومناسبة مع دراستك، وطبيعي هتلاقي بعضها مش مناسب معاك، فاختار اللي يناسبك منها وحاول تلاقي طريقة مع نفسك. ممكن انت ذات نفسك تلاقي طريقة خاصة بيك، فجرب الموضوع اسبوع وهحب اسمع تجربتك مع الموضوع، وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات تجربتك وخلينا كلنا نستفيد.
فده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون فرق معاك. لو عجبك الفيديو واستفدت منه شاركه مع اصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. اعمل لايك وتعليق علشان يظهر لناس كتير. اشترك في القناه علشان تشوف كل الفيديوهات الجايه. صفحه اخوك مفيده، اعمل فولو وما تبقاش بخيل، واكتبوا لي في التعليقات موضوعات او تجارب تانية تحبوا اجربها او اتكلم عنها. سبسكرايب.